جميل وشغال وزي الفل اهو. اولا الست ديت اللي انا بصورها دي بتعمل حاجه انا عمري في حياتي ما شفت زيها ابدا. هي بتيجي كل يوم اربع وحد وبتعمل وليمه للقطط بتاعت جنينه الحيوانات اهو. ويكاد يكون القطط عارفينها. احنا اول ما جينا علشان خاطر نصور اقسم بالله كل القطط دول اهو زي ما يكونوا جايين يستقبلوها. سبحان الله سبحان الله. وهي بتعرف تكلمهم اصلا. ورينا يا ريتني قطه. ليه ما تقولش يا ريت البني ادمين يعملوا كده معاهم؟ والله العظيم يا ريتني. اللهم صل على النبي. الله اكبر الله اكبر. ايه ده؟ ايه الجمال ده على فكره القطط عارفينك والله. عارفيني وعارفين العربيه. سبحان الله. ها؟ عارفيني وعارفين العربيه. واول ما بقول بس بيجوا لان عارفين ان البس دي يعني امل جت. سبحان الله. والله انت اسم على مسمى. يا سبحان الله. وطبعا بتجيب لهم الحاجات من عربتها. يعني بصراحة أنا مش عارف أقول لها إيه. والله أنا ممتن لها والله وممتن لإنسانيتها. لا واخدة الموضوع بجد مش بتهزر يعني. وجردل وحاجات في قلب الجردل في بني آدمين كتيرة محتاجين العطف ده. على فكره عمر الانسان اللي بيدي الحيوان ما بيدي الانسان. عمر ايه؟ الحيوان لازم يدي الانسان. صحيح. ثانيا الحيوان في 100 واحد مدي ممكن يدي الانسان، لكن 2 3 بيدوا الحيوان، والحيوان اخرس لا عارف يقول لك انا جعان ولا عارف يقول لك انا عطشان ولا عارف يقول لك انا عايز. انما البني ادمين عندهم لسان لكن لا. مفيش حد بياكل حيوان ما بياكلش انسان عشان تبقى فاهم. ودايما بيبقى فجأة الانسان. بس ده هم شموا ريحتك من اول ما جيت. طبعا سبحان الله. وعارفين العربيه كويس قوي وبيجوا وراها. ده بتاكلوهم جبنه كمان؟ لا انت مثلثين قطه يا اولاد المحظوظه. وبياكلوا الجبنه؟ طبعا. يا ريتني قط. لا ما تقولش يا ريتني قطه. ايه؟ يا ريت كل البني ادمين يعملوا. يا ريت كل البني ادمين قط. لا مش قطط يعملوا كده. على يعملوا فكره كده. يا جماعه مش هيفرق معاك وانت ماشي تتمشى عند جنينه الحيوانات. جيب رغيف فينو، رغيف فينو بس ما تجيبش حاجه خالص. جيب رغيف فينو وانت ماشي وحطه لهم. لو كل واحد حط رغيف فينو القطط مش هتجوع. انت كده ماشي وبتتمشى، وساعات بتبقى بتتمشى وانت بتاكل سندوتش، وساعات بتتمشى وانت بتشرب عصير. هيجرى ايه لو جبت لهم سندوتش معاك وحطيته؟ هيجرى ايه لو جبت عيش حاف؟ يا جماعه دي دعوه من مدام امل الهواري. والله العظيم احيانا بيبقوا نفسهم في رغيف عيش حاف. رغيف عيش حاف. وانتوا شايفينهم جعانين ازاي؟ مش عشان الاكل ده حلو. لا جعانين. والله لو حطيت لهم لا فعلا جعانين. هو ايه؟ عليه جري لانهم مش لاقيين ياكلوا. ده بقى رز ولحمه؟ لحمه رز وفراخ وكده. وعليهم عيش كمان. وعليهم عيش. دول ما كانوش من امبارح على فكره يعني. ما كلوش ها؟ من امبارح. لان في زميله ليا كانت موجوده هنا امبارح ما اعرفش الساعه كام. يبقى بقى لهم تقريبا 24 ساعه ما خدوش حاجه تقريبا من الساعه 8. يرضي ربنا. ويرضي ربنا ان الناس اللي خدوا الجنينه ووعدونا ياكلوهم ما ياكلوهمش. ما هي الجنينه لما اتاخدت يا جماعه عملنا اجتماعات كتير قوي
على امل انهم ياخدوا الجنيه، ياخدوا ياكلوهم. قالوا لنا بناكلهم، وانا ما اعتقدش ان ده شكل قط بياكل. لو حد يقول لي يمكن انا مش فاهمه هو ده شكل لا، قط لا، لا. الجنينه قدمت له اكل يا جماعه؟ لا. حد يقول. وقالوا بكره هناكل وبعده هناكل، وعملنا 20,000 اجتماع مع الساده الجمال اللي اشتروا الجنينه او اجروا الجنينه على امل انهم ياكلوهم. وللاسف كنا فاكرين طب نفسنا كلمي هنستريح. جعانه احنا اهو يا جماعه بيناديك. بناكل من شهر 7 اللي فات، يعني قربنا على سنه. كنا فاكرين نفسنا هنستريح، وللاسف ما استريحناش، لان هم وعدوا خلوا بعهدهم. كلمي اللي بيناديلك ده. والغربان انا زي العصر. الغربان كمان فوق هم جايين عايزين يحضروا الوليمه. ايه الجمال ده، ايه المناظر الجميله. ده الغربان كمان، بس هو بدأ يقلق مني. حاجة عظيمة. زي الإنسان برضو ما بيبقى سبب من أسباب جمال الكون، برضو الإنسان سبب من أسباب خراب الكون. حاجة غريبة والله. انت كلبه ولا حيوانه؟ تعالي يا قطة تعالي.